سلمى الرحالة طلعت في فيديو منهارة زي ما احنا شايفين بشكل يعني فظيع جدا، وعمالة تبكي وتستنجد بربنا سبحانه وتعالى. وشايفة ان الناس يعني ظلموها بشكل كبير جدا، وان هي ما عملتش اي حاجة، لان اسمها طبعا الفترة الاخيرة زي ما احنا عارفين دخل في القضية المشهورة. فده اللي خلاها انفعلت بشكل كبير جدا، وخلى الناس طبعا بما ان الشخصيات اللي في القضيه دي كانت مشهوره، فخلى اي حد او اسم اي حد موجود في القضيه دي طبعا ان بيشتهر بشكل كبير جدا، والناس بتعرفه او الكلام بيكون عليه كتير بشكل كبير. فده خلاها انفعلت جدا، وحاسه ان كل تعبها وشغلها اللي اشتغلته السنين اللي فاتت كله ده راح بسبب ان الناس عماله تظلمها او تتكلم عليها بشكل ممكن يكون ما عندهمش دليل على كلامهم. ازاي يا ربي؟ يا ربي بنتي بتزعق معايا امبارح تقول لي انت بتعملي ايه؟ الناس بيتكلموا عليكي، الناس بيتكلموا عليكي. انا هتجوز ازاي؟ هيتجوزوا بنتي ازاي؟ هما بيقولوا عليها بتتاجر في بعضها ولاد الصبيان. آه! بصراحة انهيارها كان فعلا مؤثر بشكل كبير جدا، والناس اتأثرت بشكل كبير جدا، وشافت ان ليه احنا نعمل في بني ادمة كده واحنا ما عندناش دليل على كلامنا. مش ببرر لها اي حاجة، بس احنا ما نعرفش مين اذا كانت مخطئة او لا. لو اخطأت اكيد اكيد القانون عمره ما هيسيبها. لكن مش احنا اللي هنتكلم في الموضوع ده او احنا اللي هنحكم في الحاجة زي كده. في جهات تحقيق هي اللي بتحكم، وهو الحاجات دي كل المحكمة هي اللي تحكم، مش احنا اللي نحكم في ده. فهي لو هي مدانة او في ادلة لكده عمر ما القانون هيسيبها. فبشوف ان بلاش نجلد الناس بالشكل ده او نوصلهم للمرحله دي طالما ما عندناش دليل على كلامنا. بلاش ان احنا ندخل في حاجه ليها علاقه بالقضاء، هو اللي قادر يحكم في حاجه زي كده. ولو هي مدانه اكيد مش هتتساب، لكن لو هي مظلومه يبقى حرام ان احنا وصلنا الواحده لمرحله الانهيار واحنا ما عندناش دليل على كده، او هي بريئه او فالله اعلم الصح فين والغلط فين، ده ربنا وحده اللي يعلم كده. فبلاش ان احنا يعني نكون جلادين بالمنظر ده. ربنا يهديها. رب لو كانت مظلومة فعلا ربنا يجيب لها حقها، ولو كانت مخطئة يعني ان شاء الله تاخد جزاءها. ده اللي اقدر اقوله، لكن بلاش ان احنا نوصل حد للمرحلة دي واحنا ما عندناش اي دليل على حاجة زي كده. فبلاش ان احنا نتدخل في الموضوع ده ونوصل لحد لحاجة زي كده واحنا ما عندناش اي دليل. كل اللي نقدر نقوله لو هي مخطئة يا رب تاخد عقابها، ولو هي مش مخطئة ربنا ينصرها ان شاء الله. ده اللي نقدر نقوله.